صباح الخير يا فندم. ايه اللي بيحصل في الاسكندريه؟ والله تجمع حصل كده امام محكمه البحريه في اسكندريه من عناصر الاخوان، وقعدوا يهتفوا ضد الشرطه والجيش والقضاء وكل حاجه. حصل تشابك بينهم وبين الاهالي. نعم. كنا قريبين بالكل الامني، تدخلنا مع الامن المركزي مع البحريه مع الجيش وفضينا، وتم ضبط عناصر منهم اللي كانت موجوده اللي حدثت الفوضى دي. واحنا حاليا في الشارع بننشط حاليا المكان كله، وما زلنا بنظبط حتى الان اللي هم اللي استخبوا في البيوت واللي طالعه على السطوح. هم بيجوا لهم كلهم قعدوا يستخبوا في كل حته يعني. واهالي المنشاه معانا واهالي بحر كلهم معانا يعني، والحمد لله. وفي بعض الاصابات كده بسيطه الحمد لله، ربنا يسهل. والحمد لله احنا مسيطرين حاليا تماما، والناس كلها موجوده معانا والناس موجوده هنا معانا. هل في اصابات كتير؟ والله جاري حصرها بس ان شاء الله مش كتير يعني، ضبطنا منهم عناصر كتيره وجاري حصرها ايضا. والحاله دلوقتي الحمد لله احنا مسيطرين تماما والناس معانا، واحنا بنمسح حاليا المنطقه بالكامل يعني. ظبطتوا كام واحد تقريبا لحد دلوقتي؟ والله احنا فوق هنقوله يمكن 15 حقيقه او اعلى يعني. لسه الحصر العددي في العربيات طبعا ما نقدرش نقوله دلوقتي، لكن جاري الحصر. وهنختم ساعتك لو في اي مداخله. هل في سلاح؟ مسك معاهم سلاح او غيره؟ لكن احنا دلوقتي قدامنا مسيره من المنشيه والجمرك وبحر كلها مؤيده للفريق السيسي، مؤيده للحكومه الحاليه. معانا هم قدامنا كلهم يعني حاجه عظيمه مضاده للعناصر المناهضه الاخرى اللي عايزه تخرب البلد. لكن ان شاء الله على ايدينا مش هيحصل هذا الكلام ان شاء الله. وتحياتي لاهل الاسكندريه المحترمين وللجهد الكبير، تحياتي ليهم لانهم فعلا ليهم جهد كبير جدا زي باقي المحافظات.